السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد. احنا لسه مع النهايات وفي النهايه رقم 3، والمره اللي فاتت وقفنا عند الموقف ده. طبعا الفيديوهات اللي قبل كده كان احنا اللي معانا البيدق واحنا اللي المفروض نرقي. دلوقتي لو العكس، احنا معانا ملك واحد بس والاسود معاه ملك والبيدق، والبيدق ده على الرانك رقم 4. وزي ما اتعلمنا قبل كده في الفيديو اللي فات ان الكي سكويرز او المفروض ان الملك الاسود يكون على مربعات معينه علشان البيدق يرقي، وعرفنا ان المربعات دي لو البيدق كان على الرانك رقم 4 او الصف رقم 4 يبقى المفروض ان الكي سكويرز او الملك يكون موجود على المربعات اللي في الرانك رقم 6 زي ما هو موضح كده في الصوره. طيب الموقف ده كده ضدنا واحنا المفروض علينا الدور، الملك الابيض هو اللي عليه الدور. طب نعمل ايه علشان نخلي الموقف ده تعادل بالنسبه لنا؟ لان كده الموقف ما فيهوش مكسب، كده احنا بنلعب على التعادل ونمنع الملك الاسود ان هو يراقب. تعال نشوف القطعه دي على البورد ونحل الموقف مع بعض. تمام، القطعه بتاعتنا على البورد. ايه الاحتمالات اللي موجوده عندنا للابيض؟ الابيض هنا ليه كام احتمال؟ 1 2 3. قبل ما نلعب النقله، اولا الكي سكويرز هي اللي باللون الازرق دي، المفروض ان الملك الاسود عاوز يكون عند المربعات دي، والملك الابيض برضو بيلعب على التعادل، يعني المفروض يخلي الملك الاسود على فايل واحد يكون موازي ليه، بحيث ان الملك الاسود لما يتحرك في مكان الملك الابيض يتحرك في المكان اللي قصاده. في الحاله دي احنا لو لعبنا الاحتمال ده، الملك الابيض لو لعب هنا الملك الاسود قدامه يلعب النقله دي ودي، بحيث ان هو يقرب من الكي سكويرز. طبعا الملك الاسود عايز يكون في عكس الملك الابيض، يعني في الجانب ده كده مثلا، بحيث ان هو يامن حركه العسكري او حركه البيدق. فطبعا الملك الاسود هيكون احسن نقله ليه النقله دي مثلا. الملك الابيض لو حب يرجع تاني مكانه هيكون فات الاوان، طبعا الملك الاسود هيكون عكسه. حتى بعد كده لو الملك الابيض اتحرك ووقف في المكان ده عادي جدا هطلع بالبيدق. الملك الابيض هيروح فين؟ عنده هنا وهنا وهنا. طيب اتحرك في اي مكان، مثلا هو عايز يكون برضو على نفس الفايل بتاع الملك الاسود، مفيش مشكله. هلعب برضو البيدق قدام خطوه. وصلنا لنهايه قبل كده احنا درسناها، ان البيدق دلوقتي على الرانك رقم 6، فسهل ان هو يرقي جدا. حتى لو الملك رجع العب بالبيدق، مفيش غير المربع ده، العب بالملك اتحرك في اي مكان ورقي واجيب وزير. كده الاحتمال ده غلط جدا. طب تعال نشوف الاحتمال التاني. لو انا عايز اقرب بقى من المربعات اللي هي الكي سكويرز، تمام قربنا. الملك الاسود لو لعب النقله دي كده هيخلي الملك الابيض يتعادل، بمعنى احنا لو نقلنا الملك هنا بندي فرصه للملك الابيض ان هو يتعادل. انا كده قصاد الملك على نفس الفايل، لو لعب هنا العب زيه، ولعب هنا ارجع برضو كمان. حتى لو رجع ورا هتقدم انا بالملك عادي جدا، وطول ما الملك مش سابق البيدق عمر البيدق ما هيرقي، فكده برضو الموقف هيبقى تعادل. ولكن لو عاوزين مكسب اسود في الموقف ده، الاسود هيلعب النقله دي بيجبر الملك الابيض ان هو يتحرك في مكان عكس الملك. هيلعب هنا مثلا. هنا في احتمالات ايه؟ الاحتمالات الموجوده ان انا العب البيدق او العب الملك. طب لو لعبت البيدق الملك الابيض هيرجع تاني في نفس الفايل الملك الاسود، يبقى كده برضو بالتضاد، والملك الاسود مش سابق البيدق، يبقى لعبه العسكري غلط. لعبه الملك لو نقلت في النص كده اديت الفرصه للابيض ان هو يتحرك في اي مربع، ولما يلعب هو في اي مربع انا العب المربع اللي عكسه، بحيث ان هو لو لعب مثلا في المربع ده انا العب في المربع ده، وبعد كده هو يعمل اللي هو عايزه بعد كده عادي جدا. انا كده كده هرقي بالشكل ده كده، حتى لو هو لاعب انا هرقي واجيب وزير. تمام، يبقى كده النقله دي غلط والنقله دي برضو غلط، مفيش غير النقله الوحيده وهي دي. الدور بعد كده على الاسود، وانا عايز طبعا كملك ابيض اتعادل. عنده النقله دي وعنده النقله دي، لو لعب هنا بحيث ان هو يكون قريب من المربعات دي العب برضو في نفس الاتجاه بتاعه واكون على نفس الفايل، وكده موقف تضاد، بحيث ان هو لو لعب يمين انا معاه، لعب شمال انا معاه، حتى لو رجع ورا برضو انا هطلع قدام، ويبقى كده الملك مش على الكي سكويرز وكمان مش سابق البيدق، يبقى كده الموقف هيبقى تعادل. تعال نشوف الموقف اللي بعد كده، لسه في النهايه رقم 3. زي ما احنا عارفين ان الكي سكويرز لو كان البيدق على الرانك رقم 3 فهي هتكون على الرانك رقم 5، والملك المفروض يكون على الرانك رقم 5 في الكي سكويرز دي. يعني مثلا دلوقتي الكي سكويرز هيبقى الاف 5 والجي 5 والاتش 5. طب الملك اصلا يعني موجود اوريدي على المربعات دي. طيب والدور على الابيض، تعالى بقى نشوف ازاي نتفادى التضاد ونرقي في الموقف ده. تعالى نشوفها على البورد. في الموقف ده الكي سكويرز موجوده هنا والملك اصلا اوريدي موجود هنا. طب الدور على الابيض في الموقف ده، تعالى نشوف الاحتمالات. ممكن العب الملك هنا او هنا او العب البيدق. لو عندي النقله مثلا دي او لعبت الملك هنا، تمام هيلعب برضو معايا في نفس الاتجاه عشان يبقى في موقف التضاد ده.
طيب لو رجعت تاني برضه هيرجع معايا، مفيش مشكله. طب علشان اتفادى الموضوع ده اعمل ايه؟ العب نقله انتظاريه او نقله تانية غير الملك. يعني انا معايا البيدق وانتظر نقله الاسود عادي، مفيش مشكله. هيلعب هنا هلعب ضده، هيلعب هنا هلعب ضده عادي. تعال نجرب. لو لعب هنا بلعب انا العكس، هيطلع فوق مثلا، العب على نفس الفايل واديله فرصه انه يتحرك ضدي. طبعا هيتحرك مثلا هنا عادي، مفيش اي مشكله خالص. عندي النقله دي وعندي نقله البيدق، واحنا درسنا الموقف ده قبل كده في نهايه فاتت. لو نقلت البيدق ملوش طبعا غير النقله دي، العب الملك هنا بحيث ان انا خلاص هرقي. حتى لو لعب الملك هنا اطلع بالبيدق، ما عندوش غير النقله دي، ما عندوش اي مربعات غير المربع ده بس، احمي البيدق بتاعي ورقي. طب تاني مع بعض، لو لعبت الملك وهو لعب هنا وانا لعبت هنا، حاول يلعب، العب البيدق عادي مفيش مشكله. عاوز مثلا يكون على نفس الفايل عادي مفيش مشكله. برضه ديت النهايه اللي قبل كده اللي هي البيدق على الرانك رقم 6، هيتحرك برضه في النص، العب معلوش غير المكان ده، احمي بالملك ورقي برضه. طول ما الملك بتاعي سابق البيدق وانا في الكي سكويرز، خلي بالي من التضاد. ولو محتاج نقله انتظاريه بتاعت البيدق العبها بحيث ان انا اتفادى التضاد واخلي النقله للاسود علشان يتحرك. وبس كده احنا خلصنا فيديو النهارده، ويكون كده خلصنا كمان النهايه رقم 3، وهنبدا ان شاء الله في النهايه رقم 4 المره الجايه. يا رب يكون فيديو خفيف عليكم واستفدتوا منه، واشوفكم فيديو جاي ان شاء الله، وفي امان الله. مع السلامه.